كوبايه سوداني يبقى عندك كنز في البيت. بنشتروها غاليه جدا من بره، قررت اعملها لكم في البيت باسهل طريقه والمقادير على قد الايد من غير تكاليف. انا اللي قلبت السوداني الفستق. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديك الحلوه. يلا حطي لايك من ايديك الحلوه لو وصلت لغايه دلوقتي. يلا بينا نشوف مقاديرنا عباره عن ايه. كيلو ربع كده من السوداني اللي متفصص كويس جدا وشيلنا القشر بتاعه. وعندي هنا ربع كوبايه كده من الميه. وعندي هنا طعم الفستق عندي او طعم البندق، انا عندي الطعمين. بس انا صراحه حبيت اللي هو احط طعم الفستق عندي عشان هو قلبناه اصلا لفستق. حطيت السوداني عندي في بوله كبيره عشان ايه اتحكم في التقليب كويس جدا. وعندي هنا لون الطعام اللي هو اللون الاخضر عشان طبعا يدي معايا اللون الاخضر اللي هو بتاع الفستق. حطيت عندي هنا على ربع كوبايه كده، يعني يا دوبك طرف المعلقه كده من اللون الاخضر. وتقلبي كويس جدا. لو متوفر عندك اللي هو السايل هتحطي زي معلقتين كده من الميه وتقلبيهم. هنا حطيت عندي هنا طعم البندق زي ربع كده معلقه الفستق او البندق، يعني انا عندي الاتنين، بس انا صراحه حبيت عشان هو فستق حبيت احط طعم الفستق. خلى ريحه الفستق عندي السوداني ريحه الفستق بجد. يعني ما تخيلهوش من بره ولا اللي هو الغالي. عملناه النهارده بالسوداني بجد باسهل طريقه. وكل سنه وانتم طيبين طبعا عشان حلويات رمضان بتحتاج بقى الفستق او المكسرات والحاجات دي. بس عشان نزين الاكتر الحلويات باللون الجميل ده هو الفستق. عملناه في البيت النهارده باسهل طريقه. هنا حطيت اللون، حسيت اللون فاتح شويه، حطيت زي نقطه كده، واللون ده انت اللي بتتحكمي فيه. تغمقي تفتحي دي حاجه ترجع لك. بس هنا بقى خلاص زي ما انتم شايفين، عايزه اقول لكم بيلزق في الايد، بس رحت لابسه جوانتي وجبت نقطه تاني برضه عشان حسيت لسه اللون عندي فاتح. وبعد كده تقلبيه كويس جدا بايديك عشان ايه تخلي اللون يدخل كل عندك في السوداني كويس جدا. وبعد كده هنا على طول يعني مش هتسيبيه في الميه اللي احنا حاطينها، لا احنا على طول هنجيبوه في مصفى كده عشان نصفه اي نقطه كده من الميه. مش عايزينه يقعد في الميه كتير عشان ما يتبلش معايا وياخد وقت كتير في التحميص، مش عايزين نوصل للمرحله دي. وهنا لما تجيبي السوداني ما تجيبهوش متحمص جامد. ليه؟ عشان لسه احنا هنحمصوه تاني على البوتاجاز. وانا هنا كمان ناس كتيره بتحمصه في الفرن، بس انا صراحه حبيت اسهل لكم الموضوع وحمصته على البوتاجاز. سبته يتصفى كويس جدا، واهم حاجه ما يكونش فيه نقطه ميه عشان هنا ما يمسكش معاكي وتلاقيه يطرى معاكي، لا احنا عايزين يحمص كده معايا بسرعه. جبت عندي هنا بقى سخنت الصينيه كويس جدا، المونيا تيفال جرانيت اللي متوفر عندك، يعني مش هنقف على اي حاجه. وبعد كده تحمصي هنا وايدك ما تسيبش اللي عندك الفستق عندك زي ما انتم شايفين. انا بقلب هنا باستمرار عشان ايه ياخد اللون التحميص كده. والريحه عايزه اقول لكم يا بنات الريحه خطيره. ريحه الفستق بجد اللي هو الطعم الفستق ده فرق معايا جدا جدا في الطعم. بصوا هنا بقى ما شاء الله السوداني عندي اتحمص كده واخد الريحه طلعت كده معايا، واللون الجميل زي ما انتم شايفين لزق كده. ومفيش اي مشكله خالص زي ما انتم شايفين. كده خلاص زي ما انتم شايفين اهو اتحمص معايا كويس جدا. وسبته يبرد كده عشان لقيته قرمش اكتر واكتر. وبعد كده رحت حاطه عندي في الكبه، انا حطيتهم كلهم بصراحه لقيتهم كتار على الكبه، قلت عشان الكبه ما تبصش خساره. وبعد كده فضيت الكميه التانية عشان لما لقيت الكميه كتيره اصلا الكبه ما رضتش تضرب الكميه دي عشان الكبه هي اصلا صغيره. لو وصلت لغايه دلوقتي معايا اوعي تنسيني لايك من ايديكي الحلوه بالله عليكم. وكبروا القناه عشان تكبر بيكم باحلى عيله في الدنيا. عندي هنا فرمته كده يعني القوام اللي انت حباه. تحبي تخشنيه ترفعيه، يعني حاجه دي ترجع لك انت. انا صراحه خليت القوام زي ما انتم شايفين الوسط، اللي هو البرش كده، ان ولا ناعم قوي ولا خشن قوي عشان يبان معايا كده في الحلويات بقى. عندي بقى عامله صينيه بقى بسبوسه او كنافه او جلاش. الحاجات دي بتاعت رمضان بقى بتحتاج المكسرات الجميله والاشكالها اللطيفه زي ما انتم شايفين. عملناه النهارده شايفين بقى الجمال والحلاوه بالسوداني بس، ما حطيناش اصلا من الفستق او البندق ولا الكلام ده كله، لا هو سوداني واللون الطعام. تحتفظيه عندك بقى في برطمانات ازاز تكون متعقمه كويس جدا. وتحتفظيه عندك هيقعد معاكي من السنين مش هيجراله اي حاجه. وريحته بجد بقى خطيره جدا، هيقعد معاكي بقى ريحته جميله جدا. شايفين بقى الجمال والحلاوه، مفيش احلى من كده ولا اطعم من كده. لو عجبكم اوعوا تنسوني لايك من ايديكم الحلوه واشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيكم باحلى عيله في الدنيا. وان شاء الله هنبدا بقى في وصفات تفريزات رمضان وحاجات رمضان باذن الله. بس والله انا اليومين اللي فاتوا دول كنت مضغوطه جدا عشان وفاء حماتي الله يرحمها. وكنت مضغوطه بقى عشان الناس كانت من الصعيد وطبعا العزا، وانتوا عارفين بقى التقاليد بتاعت الصعيد كانت صعبه شويه بالنسبه لي.
واحنا طبعا احنا كلنا صعايده، بس ايه يعني التقاليد بتاعت زمان قوي دي يبقى صعبه جدا بالنسبه لي قوي يعني. بس كده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش اللايك من ايديكم الحلوه، واشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيكم باحلى عيله في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه